طيب يا عم يجوا ايه موحشني كلكم. على فكرة انا كنت بخش التوك توك بس ايه يعني ما بقدرش اتكلم خالص. اه رحنا يثرب وبئس المصير. يا سلام. كيشو داخل ويعني ايه بيحبني يا عم انا اول مرة اشوفك وبعدين هقول لك على حاجة يا كيشو ما تخش البلطوك تقعد شوية الاول. ما تخش الغرفة تقعد شوية مش تطلع على المايك على طول. خد بالك انت لسه جديد انت في المواضيع دي. اه ما انا. طيب يمكن. مدام فيها صدقني يبقى يمكن هقول لك ايه. اه هتكون فري سينكر. هتكون فري سينكر يعني ده اللي بقالي مدة ما شفتوش. طيب طب خدي المايك يا انيا وايه والحبايب هيهلوا هم واحد واحد. انا هقعد معاكم شوية بعد كده انام عشان سفرية الحجاز ديت يعني مهلكة جدا. المايك معاك يا انيا. أشكرك أخوي الحبيب. سامحني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. نورت البوم، نورت البالتوك كله. ولكنه خسارة ما خبرتنا ما هو الواجب الذي قمت به في زمزم. يعني احنا عاوزين نعرف. عموما ما أطول لأن كيشو بده يتكلم وشكله يعني مستعدة. تفضل يا كيشو نسمع منك. ربي يبارك فيك. طيب سلام المسيح معكم. في صوت؟ ايه يا عم سامعني؟ في صوت ولا مفيش؟ طيب تمام نشكر ربنا. ايه يا عم نسيتني ولا فاكرني بقى؟ ها انا عايز كده اشوفك على التكست. فاكر صاحب الصوت ولا نسيت؟ امم ها يا عم سامحني اصلا مقلق مني. هو حبيبي يعني. ها سامحني نساني خالص. يا عم انا اللي كنت مطلع دين امك يا ابني هناك. مش فاكر. فاكر يسوع لما كان على الصليب مش كان بلبوس؟ حروها الرسول ده القرمزي. حلو ام قرمزي. الصوت ده فشخ من عجلك يا ابن الوسخ. ده واحد من الحبايب. واحد من الحبايب يا انيا يعني انا غبت عن البلطوك فترة لكن بهرشهم على طول. بهرشهم على طول يعني ده داخل رافع ايده اللي بيخش رافع ايده ده